يعني بقدم التعازي لكل مصر، شعب مصر واهالي الشهداء، ربنا يصبر قلوبنا جميعا. وحضرتك زي ما انا شايف من الفيسبوك حضرتك التقيت بالبطل الشهيد المقدم احمد منسي. يعني قابلته في فترة مركز التدريب ويعني بجد انا سعيد ان انا قابلت شخصية عظيمة، شخصية ستظل في تاريخنا وستظل في قلوبنا. يعني شخص مثال للشجاعة وللتضحية وللبطولة، شخص بتشوف في عينه يعني عشقه لتراب مصر. فأنا فخور ويوم في تاريخي إن أنا قابلت سيادة المقدم منسي، يعني يسكنه الله فسيح جناته يا رب. طب يعني عايز اقول حاجه، يعني حضرتك في فيلمك الاخير زي ما حضرتك كاتب ان انت فخور انك قدمت فيلم في التوقيت ده لمكافحه الارهاب. طبعا حضرتك في لحظه خاصه جدا في الفتره دي في حياتك وانت بتقدم الفن، وفي نفس الوقت انت النهارده ليك هذا الشرف ان تكون جزء من الجنديه العسكريه المصريه. مع الكلام اللي كان قاله لي الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي على ان احنا محتاجين الكثير من الجهد والعمل عشان خاطر ان احنا نعيد هذه القيم تاني لمجتمعنا المصري، هتستمر؟ وشايف لازم نعمل ايه كمان عشان خاطر تبقى هذه الرسائل معانا؟ انا هستشهد بجملة قالها سيادة الفريق اول صدقي صبحي، ان مش كل اللي بيحاربوا بس اللي ببندقية، كل شخص بيحارب من مجاله ومن مكانه. يعني سيادتك بتحارب من خلال برنامجك، وانا بحارب من خلال مهنتي كممثل، وحتى الرياضيين بيحاربوا من خلال رفع اسم مصر قدام العالم كله، ان احنا نعمل على المستوى الرياضي وعلى المستوى العلمي فكلنا بنحارب. نعم. فأنا بشوف إن كلنا نتعامل بنفس نظام القوات المسلحة من حيث الجهد ومن حيث التضحية والإخلاص في عملنا. فنتعامل كلنا كأننا بنأدي واجب وطني من خلال عملنا. الدكتور اللي في المستشفيات الحكومية ده راجل بيحارب أمراض، بيحارب إنه يساعد الناس طبعا. بس انا عايز ارجوك يا استاذ محمد رجاء شديد جدا، يعني خلي التجربه اللي حضرتك بداتها دي تجربه مستمره. خليك زي ما كنت في حاجات كتير كنت قدوه، زي الحمله اللي انت شاركت فيها، اكتر من حمله شاركت فيهم واسعدت ناس، ويمكن ساعدت ناس على انها تبتعد عن المخدرات في حمله قبل كده. يعني ارجوك استمر في ان انت تدعم هذا الجهد، ما تكلش. ما يعني نجاحك النهارده باين، لكن هيبان بعد 5 و10 و50 سنة كمان تخلد الأعمال دي كلها. وده ربنا عز وجل بيقوله في القرآن: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالحمد لله أنا دلوقتي ربنا مكنني إن بقى عندي جمهور وعندي شعبية وصوتي واصل. فأنا من النهاردة أنا هتسأل عن كل مشروع بقدمه، هتسأل عن كل خطوة بخطوها في حياتي. ولكن أنا عايز الناس بس يعني كل الأعمال السابقة ما كانش عندي حرية الاختيار، ما كنتش متمكن. يعني أنا بوعد الناس إن الحمد لله بداية، وأي شخص خلي بال حضرتك يعني كان بينتمي للقوات المسلحة، فهو اتربى تربية سليمة، بجانب طبعا تربيته من خلال بيته ومن خلال الأسرة، تربيته اكتملت بشكل صحيح وبشكل سليم. يعني فما تخافش على أي حد اتربى في الجيش. استمر يا بطل، وليك علينا وعد ان احنا ندعمك في خطواتك دي طول ما انت مستمر. الله يخليك، ومستنيين دعمك لينا برضو بنفس الشكل. بشكرك فنان محمد رمضان. الله يخليك يا فندم، الله يخلي حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا.